ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايه في الفيديو؟ هننسق تنسيق ملابس للجامعه. لو مهتمين تعرفوا هنعمل ايه تابعوا معايا لاخر الفيديو. بس قبل ما نكمل الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه. ويلا بينا نبدا الفيديو. حبايبي الحلوين، جايه النهارده اعمل لكم تنسيق ملابس وانتوا رايحين الجامعه. طبعا لان انا عارفه ان دي بتبقى مشكله للبنات لانهم متعودين ان هم بينزلوا بيونيفورم للمدرسه والكلام ده. فلما بيدخلوا الجامعه بيبقوا عايزين يختاروا اكتر من اوتفيت يظهروا بيه كل يوم ويبقى شكل اللبس مناسب طبعا وشكله حلو وشيك. فانا قررت النهارده ان انا اعمل لكم الفيديو ده عشان اديكم بدايل واختيارات تقدروا تتحركوا من خلالها، او اديكم افكار ممكن انتوا يعني تستخدموا الافكار دي بطريقتكم طبعا، وممكن تعدلوا عليها وممكن تقللوا منها حاجات وتزودوا منها حاجات. بس دي كانت فكره الفيديو. نروح نلبس اول اوتفيت ممكن نروح بيه الجامعه. يلا بينا. ده اول اوتفيت، بس تعالوا نتفق اتفاق كده. انا مش هغير الطرحه هتبقى دي وواحده باللون الابيض عشان يبقى مرهق بالنسبه لي ان انا اغير اكتر من طرحه، عشان هغير اكتر من اوتفيت. انما انت ممكن تغيري الطرحه زي ما انت عايزه باللون اللي انت تحبيه واللي يليق على بشرتك، وفي نفس الوقت الرابطه اللي انت بترتاحي لها اكتر وتغيروا. وانتوا بقى عندكم رباطات بتبقى تحفه بصراحه. اول اوتفيت زي ما انتم شايفين كده استخدمت فيه القميص الابيض. طبعا مفيش بنت ما عندهاش قميص ابيض في دولابها، ده من الاساسيات يا بنات. لازم كل بنت يبقى عندها اكتر من قميص ابيض في قلب الدولاب علشان تقدري تغيري كذا اوتفيت عليه، مش هيبان ان انت مكرره. بالعكس يعني لو غيرت اللي تحت ده هيديني اوتفيت تاني مختلف، وده اللي انا هعمله كمان شويه في الفيديو. اول حاجه البنطلون الاسود لبست عليه كونفرس ابيض في اسود. طبعا ممكن يبقى الكونفرس ابيض زي ما انت عايزه، والبادي اللي هو المخطط باللون الابيض في اسود. وزي ما انتم شايفين القميص طويل من ورا وشكله كاجوال، واستخدمت الحزام العريض ده اللي فيه مش عارفه ايه، خرام معدنيه. المهم هعمل الشنطه باللون الاصفر كده علشان افتح الاوتفيت ده. طبعا مع نضاره الشمس مع الحركات يا بنات هيبقى تحفه. ده اول اوتفيت، يا رب يكون عجبكم. هروح اغير والبس الاوتفيت تاني. زي ما انتم شايفين لبست بنطلون ابيض مع الكوتشي الابيض، هنا برضو باللون الابيض، التيشيرت باللون الابيض والقميص باللون الزيتي. طبعا الطقم ده او الاوتفيت ده مطاط جدا، يعني الابيض اللي من تحت ده ممكن البس عليه اي قميص هيبقى رائع. هوريكم دلوقتي. هو ما كانش مقرر ان انا هعمل كده، بس هوريكم. بس قميص لبني لو لبسته على الاوتفيت ده هيودي الاوتفيت في حته ثانيه زي ما انتم شايفين كده. واستخدمت الشنطه اللي هي التوت باج اللي انتم بتلبسوها دي، انا خدتها من ولادي بصراحه عشان اصور بيها. دي بتشيلوا فيها حاجات كتيره جدا يا بنات، انا فاهماكم. فهتبقى عمليه جدا على الاوتفيت ده. طيب ثواني بقى، لو انا غيرت القميص الزيتي ده هيبقى الشكل عامل ازاي؟ ثانيه واحده. بصوا بقى، لما غيرت القميص عطاني شكل تاني مختلف، وغيرت التوت باج خليتها باللون الكحلي. شوفوا. ولو غيرت قميص تالت ورابع وخامس كل مره هيدينا شكل مختلف، طبعا مع تغيير الطرحه وربطه الطرحه هيديكي كل مره شكل مختلف عن المره اللي قبلها. هروح اغير والبس لكم الاوتفيت اللي بعده، استنوني. زي ما انتم شايفين التوب ده رحت دخلته من جوه، التيشيرت دخلته من جوه وحطيت حزام ابيض وقميص باللون زي مدي على موف كده. ممكن اقفله كده وممكن اسيبه كده زي ما انا عايزه، والكوتشي ابيض طبعا. وممكن استخدم الشنطه اللي هي التوت باج اللي هي الكحلي. ده برضو اوتفيت مختلف زي ما انتم شايفين. البس اللي بعده وارجع لكم. هنا بقى لبست القميص اللبني ده وقفلت الجزء اللي تحت وفتحت اللي فوق كده على بنطلون بوي فريند كحلي والكوتشي ابيض. والشنطه ممكن استخدم دي حلوه او اي شنطه، يعني بقول لكم التصور بتاعي. ايه رايكم؟ مناسب للجامعه ولا ايه؟ البس وارجع لكم. وده الاوتفيت الاخير، بنطلون برضه كحلي. غيرت اللي هنا التيشيرت كان باللون اللي انتوا شايفينه ده، التوت باج باللون الكحلي والقميص ابيض. شايفين القميص ابيض لما لبسته على المخطط كان عاطي شكل، ودلوقتي لما غيرت اللي تحت ده عطى شكل تاني خالص، والكوتشي الابيض طبعا. بس كده، ده كان فيديو النهارده. لو الفيديو عجبكم
لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس، اوعوا تنسوا عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. ولو حابين ان انا اعمل جزء تاني للبس الجامعه انا اعمل، مفيش مشكله، بس اكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله اجهز لكم فيديو تاني. اشوفكم على خير الفيديو